And, well, I'm back now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسس إن مدين لكم باعتذار ومدين لنفسي كذلك. بقالي أكتر من 4 شهور تقريبا ما عملتش فيديوهات، بس حقيقي كان غصب عني. مريت بظروف صعبة كانت مخلية عملية إنتاج الفيديوهات حاجة صعبة جدا إني أعملها. ولكن تخيل معايا إن حياتك في الشغل مفصولة تماما عن حياتك الخاصة بره الشغل. مفيش ضغط من الشغل بتقعد في البيت تفكر فيه، مفيش مشاكل من اللي في البيت بتأثر على تفكيرك في الشغل. حاجة حلوة صح؟ طب ماذا لو قلتلك إن دي هتكون أسوأ تجربة تمر عليك في حياتك؟ هو ده عالم مسلسل سيفرنس. مسلسل خيال علمي نفسي هيخليك تفكر في حاجات ما كانش ممكن تتخيل انك تفكر فيها. فلو انت مشفتهوش صدقني انت بتهزر. فتعال نشوف ليه مسلسل سيفرنس واحد من افضل المسلسلات في اخر كام سنة وليه انت لازم تشوفه. فكرة المسلسل تبان بسيطة ولكنها مرعبة. شركة لومون للصناعات طورت كونسبت كده معين اسمه سيفرنس، وهو عبارة عن جزء كده بيتركب في مخك بيفصل الوعي بتاعك لاتنين. الأول اسمه الإني أو الداخلي، وده وعيك جوه الشغل، والأوتي أو الخارجي، وده موجود طول ما أنت بره الشغل. فده معناه إن في اللحظة اللي أنت بتخرج فيها من شغلك كل اللي أنت عملته في الشغل بتنساه تماما، وبتنتقل لشخصية الأوتي أو الخارجية، وشخصيتك الداخلية بترجع أول ما بترجع الشغل تاني. هو الموضوع معقد في الشرح شوية، بس كأنك فعليا بتروح الشغل وبعدين بتفصل زي الكمبيوتر وتصحى تكمل شغل تاني. شخصية الشغل ما بتجيش معاك البيت. أتمنى إنك تكون فاهم الفكرة يعني. فهل أنت موافق على الموضوع ده؟ ففي البداية الموضوع زي ما قلت لك يبان بيرفكت، ولكن المسلسل بيوريك المخاطرات المرعبة للموضوع ده. إيه معنى إن شخصيتك الداخلية عايشة حياة ما بيروحش فيها من الشغل؟ ماذا لو شخصية الشغل دي عاوز يخرج بس مش عارف لأن مفيش طريقة لده، ولا عارف يتواصل مع شخصيته الخارجية؟ اعتقد ان اللي انا شرحته ده لوحده يستحق انك تروح تشوف المسلسل يعني، خصوصا انهم شارحين الموضوع بشكل مثالي انا ممكن اكون مش عارف اوصله بنفس الطريقه. المسلسل مش بس بيشرح لك قصه وخلاص، لا انت بتحس انك كانك جوه لعبه، كانك عندك حريه استكشاف العالم ده. كل حلقه بتكتشف طبقه جديده من القصه ولكنها بتشوقك للطبقه اللي بعدها، وبرضه بتخلص الحلقه وانت عندك اسئله كتير مستعد انك تدفع كل فلوسك ويجاوبوك بس على سؤالاتك دي. ليه في موظفين وهم في الشغل بيشوفوا هلاوس مرعبه؟ ليه الشركه اصلا عايزه تخلي الناس تنسى كل اللي بتشوفه في الشغل؟ واهم حاجه، هي ايه الشركه دي اصلا وبتعمل ايه؟ خصوصا ان المسلسل ده من انتاج شركه ابل. ف امم نقطه تستحق الاهتمام برضه. الغموض ده بيجي مع توستات مش متوقعه بتخلي كل حلقه كانك بتحل معضله جديده وبتحس انك خلاص قربت لحلها، بعدين بتكتشف انك لسه في البدايه اصلا. على المستوى البصري فسيفرنس عباره عن تحفه فنيه. البرودكشن ديزاين بيخلي المكتب بتاع الموظفين كانه كابوس جميل، كل حاجه بيضه بشكل مبالغ فيه، اللي هو ايه النظافه المرعبه دي حرفيا، وايه الكمبيوترات بتاعت السبعينات دي، وليه مفيش شبابيك خالص جوه الشغل. مخرج المسلسل بين ستيلر بتاع نايت ات ذا ميوزيوم. هي دي حاجه اغرب من قصه المسلسل اصلا. المهم ان بين ستيلر عامل جو المسلسل زي ما قلت لك، على قد ما هو جميل بصريا على قد ما هو غير مريح بتاتا يعني. وانت بتتفرج كده حاسس ان في حاجه غلط، رغم ان فعليا مفيش حاجه غلط، بس انت مش مطمن. بس شعور القلق ده بيزيد معاك في كل حلقه. حتى باليتة الالوان مقلقه، الجو بارد كده في الشغل ولكنه ادفى بكتير بره، بيوريك الفرق بين الشخصيتين اللي جوه الشغل واللي براها. بعدين عندنا الاداءات التمثيليه وصدقني كلهم جامدين. ادم سكوت عمل احسن اداء في حياته اصلا في دور مارك، راجل بيعاني من الحزن في حياه وفي نفس الوقت حاسس انه محبوس في الحياه التانيه، فعامله بشكل مثالي يعني. جون تورتورو وزاك تشيري عاملين اداءات حلوه جدا، وترامل تيلمان في دور مستر ميلتشيك. لا مش ميلتشيك، اسمه ميلتشيك. وبريت لور في دور هيلي، اكيد كلهم بجد ممتازين جدا، وكل ممثل ادى دوره بشكل فوق الممتاز يعني. ففي النهاية المسلسل بيتكلم عن فكرة الشغل في الوقت الحالي، فكرة إن الناس بتقولك تفصل دماغك في الشغل عن دماغك في الحقيقة. بس المسلسل أخدها لنقطة أبعد بكتير، إنك بتشوف شركات تحب تاخد نسخة منك، ما بتوقفش شغل، ما بتشتكيش، وملهاش وجود بره الشركة أصلا. فكرة حرية الإرادة والأنانية وإيه اللي ممكن الناس تعمله عشان تهرب من دماغها بس. وفي الوقت الحالي اللي فكرة إنك توازن بين حياتك وبين الشغل تبان مستحيلة، بيجي دور مسلسل سيفرنس. فليه تتفرج على المسلسل ده؟ لو انت بتحب المسلسلات اللي بتخليك تفكر وليها علاقه بالتكنولوجيا، حاجه زي بلاك ميرور او ويست وورلد، فصدقني انت لازم تشوف سيفرنس. وانا عايز اتفرج على ويست وورلد تاني دلوقتي لما افتكرته. المهم، سيفرنس الكتابه فيه جامده، التجربه البصريه فشيخه، وكل حاجه تانية فوق فوق الممتاز. ودلوقتي الموسم التاني بيتعرض كل حلقه كل جمعه، فده وقت مثالي انك تبدا فيه يعني. والمسلسل ما فيهوش اي مشاهد جنسيه بالمناسبه، والانترو بتاعه يعني حاجه من افضل ما رايت يعني. ايه تاني لسه ما قلتوش كده؟ بس كده اعتقد اني خلصت. لو شفت المسلسل قول لي رايك فيه في الكومنتس وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك عايز تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. وبس كده، في فيديو تاني هينزل ان شاء الله قبل رمضان يعني عن الاوسكارز، توقعات الاوسكارز وكده. سلام عليكم.